الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فقد تكلمنا عن تعريف أصول الفقه في لقائنا السابق، والمؤلف ابن جزي بعد أن عرف أصول الفقه بين أن المقصود الأول معرفة الأحكام الشرعية ومعرفة الأدلة ومعرفة الاجتهاد، ولذلك وضع في هذه الأمور الثلاثة كتبا سماها فنونا. وهكذا هناك مصطلحات نحتاج إلى معرفتها، سماها فن التعاريف العقلية وفن التعاريف اللغوية. ابتدأ المؤلف بالتعاريف العقلية، وجعل الباب الأول في مدارك العلوم. المراد بمدارك العلوم الوسائل التي نتوصل بها إلى تحصيل العلم. مدارك بمعنى طرائق وأدلة. وقال بأن العلم ينقسم إلى قسمين: القسم الأول التصور، وهو إدراك الذوات المفردة، كما تتصور في ذهنك معنى القلم، معنى الكتاب، فهذا تصور. إذن التصور فهم الأشياء المفردة بدون أن يكون بينها وبين غيرها نسبة. والنوع الثاني التصديق، المراد به إدراك النسبة بين شيئين، عرفه المؤلف بأنه إسناد أمر إلى ذات بالنفي والإثبات. مثال ذلك: إذا قلت ذهب محمد، هنا أسندت الذهاب إلى محمد، فمعرفة هذا الأمر وإدراكه يسمى تصوراً، لأنه متعلق بمعرفة النسبة بين شيئين. أما معرفة الذهاب وحده فهذا تصور، ومعرفة محمد وحده هذا تصور. وأما إدراك النسبة بينهما فيسمى التصديق. الإسناد التصديقي المراد به النسبة التي تكون بين شيئين، إدراك النسبة التي تكون بين شيئين على أنواع 5: أولها العلم، وثانيها الجهل، وثالثها الشك، ورابعها الظن، وخامسها الوهم. وعرف العلم بأنه الإدراك الجازم المطابق للحق، فلا بد أن يكون إدراكا، لا بد أن يكون جازما أي مقطوعا به، ولا بد أن يكون مطابقا للحق. وبعض أهل العلم فسر العلم بأنه معرفة المعلوم على ما هو به. معرفة ماذا؟ عدل الخطأ المطبعي: معرفة المعلوم على ما هو به، يعني على حقيقته التي يتصف بها في الخارج. واعترض على التعريف الأخير بأن فيه دورا. ما معنى الدور؟ أن يكون في التعريف كلمة لا نتمكن من فهمها إلا بعد معرفة
المعرف. مثال ذلك: إذا سألتك عن القلم فقلت القلم مثل الأقلام التي يكتب بها الطلاب، فأنت لا تعرف القلم، لا تعرف الأقلام إلا بعد معرفة القلم. إذن ما هو الدور؟ أن يكون في التعريف كلمة لا يمكن فهمها إلا بعد فهم المعرف. أين الدور في هذا التعريف الذي انتقده المؤلف؟ المؤلف قال: العلم هو معرفة المعلوم، ولا نعرف معنى المعلوم إلا بعد معرفة العلم، فيكون هذا دورا. وقيل في تعريف العلم بأنه صفة توجب تمييزا لا يحتمل النقيض. بينما عرف الجهل بأنه الإدراك الجازم غير المطابق. فإذا قابلت زيداً وظننت أنه زيد فهذا علم، وإذا قابلت زيداً وظننت أنه عمرو فهذا جهل، وهو الذي يسمى الجهل المركب، لأنه مشتمل على جهلين: عدم معرفة الحقيقة والخطأ في تصور الحقيقة. والجهل يطلق بإزاء 4 معان: الأول من المعاني الإدراك الخاطئ، وهو المسمى الجهل المركب، كما لو ظننت أن القلم هو المساحة، فهذا جهل مركب. بينما النوع الثاني الجهل البسيط، الذي لا يكون عند الإنسان فيه أي إدراك. فإذا سألتك من وراء هذا الجدار تقول لا أدري، هذا يسمى الجهل البسيط. والنوع الثالث جهل المقدار، هو أن يكون الإنسان عارفاً بالشيء لكن يظن أنه لا يعرف. والمعنى الرابع إطلاق لفظة الجهل في مقابلة الحلم. والنوع الثالث من أنواع الإدراك الشك، والمراد به التردد في الإدراك بين شيئين بدون أن يكون لأحدهما مزية على الآخر. أقول لك من هذا؟ تقول يمكن أن يكون زيداً ويمكن أن يكون عمراً، هذا يسمى الشك. وأما النوع الرابع فالظن، المراد بالظن تجويز أمرين يكون أحدهما أرجح لديك، فالراجح هو المظنون،
قال: والوهم هو الاحتمال المرجوح، هو تجويز أمرين، فهو الاحتمال المرجوح عندما تجوز أمرين. وبعض أهل العلم لم يرتضي هذا التقسيم، وقال: ينبغي أن يقسم باعتبارات متعددة، فيقال: التصديق باعتبار المطابقة وعدمها ينقسم إلى مطابق يسمى العلم، وغير مطابق يسمى الجهل البسيط، الجهل المركب، وغير مطابق يسمى الجهل المركب. والتقسيم الثاني باعتبار الجزم، فينقسم إلى قطع وجزم، وإلى ظن، وإلى شك. كذلك يمكن تقسيم الاحتمالات المتعلقة بإدراك التصديق إلى احتمالات راجحة هي الظن، واحتمالات مرجوحة هي الوهم. ولذلك اعترض على مثل كلام المؤلف بأن الشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر، ومن ثم ليس فيه شيء من الإدراك ولا الإسناد التصديقي. وهكذا الوهم لا مدخل له في الإسناد التصديقي. لماذا؟ لأن الوهم الاحتمال المرجوح الذي لا يعتقده صاحبه، وهذا ليس من الإدراك في شيء. قال المؤلف: حكم العقل بأمر على أمر يسمى تصديقا. يعني عندما تقول محمد طويل، هنا العقل حكم على محمد بأنه طويل، هذا يسمى تصديقا. فإن كان في النفس ولم يتكلم به الإنسان هذا تصديق، فإذا تكلم به فإنه يكون خبرا. وإذا أراد الإنسان الاحتجاج عليه سمي دعوى، وإن أورده الإنسان في مقام الاحتجاج فإنه يسمى حجة وقضية. كيف نصل إلى التصور وكيف نصل إلى التصديق؟ هذا ما نتباحثه في اللقاء القادم. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين.